اللي ترافقنا في جميع المناسبات. دونك فوالا الفنانة المرحومة فايزة المحرسي، الله يرحمها وينعمها، وإن شاء الله يا ربي روحها اللي قاعدة ترفرف حوالينا تكون إن شاء الله مستقرها في جنات النعيم. محمد سعيد، في إطار هذا حضرت لنا على البال أكيد أكيد وهدية منك لروح الفنان. أكيد. يلا على البال. كم من عزيز أذل الموت مصرعه، كانت على رأسه الرايات تخفق، فالموت منتهى كل حي لم يصب مالك من الملك خلدا. توفيت المطربة والفنانة التونسية فايزة المحرسي يوم الخميس 9 ديسمبر 2022، ووقع دفنها بمقبرة الجلاز بتونس العاصمة يوم الجمعة 10 ديسمبر 2022 بحضور حشد كبير من الوجوه الفنية، كما كان جمهورها حاضر لتوديعها الوداع الأخير. وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم بأحر عبارات التعزية إلى عائلة الفقيدة فايزة المحرسي وإلى كافة الأسرة الفنية والثقافية، راجين من الله تعالى أن يتغمدها برحمته الواسعة ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان. هي واحدة من أبرز الشخصيات التونسية الفنية، انتشرت شهرتها بكامل البلاد العربية، كما كانت لها مكانة واضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فهي فنانة ناجحة ومتألقة، وقدمت العديد من الأغاني الخليجية والأغاني الليبية إلى جانب الأغاني التونسية وإعادة بعض من الأغاني التراث الجربي. وتألقت في هذا اللون بما أنها من أصل جربي، فهي بنت جربة الأصيلة، وقدمت هذه الأغاني التراثية بامتياز وبأسلوب متفرد ورؤية مغايرة. كانت بداياتها الفنية بجربة، ثم انتقلت إلى صفاقس ليحط رحالها بتونس العاصمة في أواخر الثمانينيات بمساعدة الشاعر والملحن عبد الكريم الواتي، اللي قدمها إلى الساحة الفنية، وكان معها لمدة عامين حتى أخذت طريقها. وكانت البداية صعبة بل متعبة بالنسبة لها، لكن شدت صحيح من كثرة حبها لهذا الميدان الفني، وبدأت رحلة العذاب أو رحلة أثبات الوجود وفرض الذات إن صح التعبير في ساحة كانت تعج بنجوم الفن في الزمن الذهبي للأغنية التونسية. بدأ مشوارها الفني صحبة مجموعة الأستاذ عبد الكريم صحابو، وجابت العديد من المهرجانات، وبدأت شيئا فشيئا تحفر اسمها، فأصبحت محبوبة ودخلت في قلوب الناس برقتها وعطفها ونعومتها وتصرفاتها وأخلاقها العالية، فأحبها الجميع وحبوا صوتها ولكنتها الجميلة وطيبتها، وأصبحت الصديقة والأخت لكل الفنانين بكبارهم وصغارهم، وعملت علاقات طيبة مع جميع الصحفيين والإعلاميين، وأصبحت الفنانة مدللة لدى الجميع. وكانت قول ديما صاحب مهنتك خوك مش عدوك، وهذه كلمة معروفة عندها. هي فنانة وإنسانة وهبت حياتها للفن وللأعمال الخيرية، كانت أول من يشجع الحركات التضامنية في حياتها اليومية وحتى الفنية. والنجاح متاعها ما كانش يقتصر على نجاح أعمالها الفنية فقط، بل كانت تفرح كيف تدخل الفرحة على الناس اللي دايرة بيها. هي الفنانة الحنونة المعطاءة الزهوانية والضحكة ما تفرقش محياها. كانت نجمة أفراحنا وحفلاتنا ومنوعاتنا التلفزية، لها العديد من الأغاني الشعبية الجميلة، إذ نلقاوها تمكنت من تكوين رصيد لباس به من الأعمال الفنية، واستطاعت أن تكسح الوسط الفني بقوة، ونال أداءها كل أعجاب الكثير من المتابعين. ونذكر من بين أغانيها صلوا على محمد، يا ليتني عملت ديو مع وليد الصالحي، خويا يا خويا عزيز أمك عزيز على أمك، يا عين دليه دليه، ما ينساكم غلطة نحبوا، إلى جانب العديد من لي ريبريز للتراث الجربي.
رحلت عنا صديقتنا فايزة المحرسي، وسيموت غيرها الكثيرون، وسنموت نحن عن قريب أو بعيد، وننزل منازل كما نزلت، ونقف بين يدي الملك يوم الوعيد. وهذه سنة الله تعالى في خلقه، إنه لا باقي سواه، والكل سيفنى. وبرحيلها تفقد الساحة الفنية والثقافية التونسية فنانة متميزة إنسانيا بشهادة كل الناس، وصوتا متميزا ذا خصوصية، إذ نعتبر الفنانة الراحلة من أبرز الأصوات وأجملها على الإطلاق. معنا إن شاء الله مكالمة هاتفية من الملحن والشاعر عبد الكريم الواتي. ألو، اهلا بيك. مرحبا خويا الغالي، مرحبا بك عبد الكريم، نورتنا في برنامج مثال الجمال. اهلا وسهلا. مها شطورو صديقها. اهلا وسهلا سي عبد الكريم، مرحبا بك. تمنيت لو كان تقبلنا في هكا في حاجه اخرى، وان شاء الله ساعة فرحة ان شاء الله تجي بحذانا، وان شاء الله نستقبلوك، خاطرك انت انسان ولا اروع. سي عبد الكريم، كان تحدثنا على علاقتك هكا بالمرحومة الله يرحمها، خاطر احنا الكلنا كي يموت العزيز علينا نقعد نتفكروا في خصال ونتفكروا في الحاجات اللي ربطتنا بيه، ناخذوا الزاوية المشرقة ونحيوا علينا الزاوية المظلمة. وخاطر انا ديما نقول بون تو هذاك بعد شوية نزيد نتوسع فيه فلسفتي الخاصة، كيفاش نجموا نعملوا الدوي متاعنا هو كيف تتفكر الحاجات ديما الحلوة. رحم الله الفقيد كلهم التونسية، فنانة رقيقة ويحبوها كل الناس، حتى انها معنا لما احكي معاها اقول لها انا مغش على فنان فلان، تقول لي يا عبد الكريم انسى الغش وخليك ديما حبيب الناس كليك، وخليك ديما يحبوك الناس وكذا، ما تحبش تكون تحمل اي حقد ولا اي ضغينه ضد اي كان، حتى انها تقف مع زملائها الفنانين والفنانات في ازماتهم، وتعمل حملات تعبئه باش يتضامنوا معاها الفنانين هذوك وكل معنى. يعني نسميها بناء ذلك طيبه اهل الفن كاعلامي نسميها طيبه اهل الفن. وسعيد حتى مع منظمات باش يعطوها كسفيره الخير وسفيره الحب والمحبه بين الناس، لانه تستحق غيرها ما ياخذ سفير وهو ما يقومش حتى خطوه كتضامنيه انسانيه. تعرفت على فايزه في زيارتي لمسقط راسي الصفاقس، التقيت بها هناك وكانت تتعاون معي دار الصفاقس خلال عام هذاك، بعد في 87 تقريبا، وقلت لها كما قلت سابقا لصابر باعي اللي كنت تواصل معه وقت الرسالة، قلت له لو تبقى في صفاقس فلن تفعل اي شيء، لا شهره ولا اي نجوميه. غيرك ابقى كما محمد جمال الشابي كما ياسر ناس طاقات شابه ممتازه، لكن ما عملوا حتى شيء. علاش؟ لان بقاو في صفاقس في الجنوب، فيتحول العاصمه تكون اشعاع عليهم اكثر. فنصحتها كما نصحت صابر، نصحتها هي قلت لها اجي لتونس توا انا مثل بيكم نقدمك، ورغم ان الظروف الماديه كانت صعيبه وقتها والكل، فقلت لها اجي توا ناخذ معك ونقدمك على مستوى اعلامي ومستوى فني وكل. جات معايا ولمده عامين كنت لاهي بها، كنت نعملها خطوات ثابته، قدمتها للاعلام، قدمتها للساحه الفنيه، وكانت صبوره هي وطموحه، والحمد لله معنا عملت خطوه هامه بعد مع بكي اصحابه. وبعد جات مرحله تعاقدت فيه مع شركه انتاج ليبيه، والشركه هذيك عملت احتكار معها وما نجمتش تتخلص منها، لان ضيعت لها وقتها، صرت لها اكثر من 4 سنين 3 سنين. فتقول لي يا عبد الكريم وقتاش نعمل احتفال باش نتخلص من الاحتكار هذايا، العقد الاحتكاري، لانه لا خلاوها تخدم لا خدموها. فبقات سنوات ضيعت من عمرها 4 سنين استنى ما كانت تعمل شيء. هذيك العقد نتاع الاحتكار كان مع النوزل، اي مع واحده ليبيه، شركه ليبيه. اي ظهر لي هي اللي كانت تحطها زاد، هي اللي كانت توجهها باش تمشي
بعض الحفلات معناتها اللي في النزل اللي كنا نتبعوا فيها فايزة. احنا اكتشفناها من خلال هذوك النزل، وكانوا ديما افواج رهيبه جدا من الشعب الليبي يجيو يتفرجوا في فايزة. يحبوا صوتها يحبوا حضورها، وسورتو زينها العربي الله يرحمها كانت عندها زين عربي معناتها شعرها اكحل وتبارك الله حمايل على كتافها. عندها كاريزما ليبيه تونسيه صحيح. وعربيه اصيله معناتها الزين نتاعها زين عربي. اي صحيح. سميرة توفيق نقولوا جذور ليبيه، جذور عربيه معناها يعني بدويه غجريه. صحيح. هي النوع الغجري كما قالت سامي. انا مسميها، انا في وقت ما تعرفت عليها وديتها حتى للمرميات في واحد غاديك مصور عنده لبسه هنديه، قلت لها انت عندك شكل هندي اسيوي، لازم نديك. عملتها تصور بالهندي اللبسه الهنديه، وكانت تحب ياسر الصوره الهنديه لان هي تحب الجو اللبسه الهنديه والغناء الهندي. صحيح. عملت حتى تصور انا دايوغ لافيش اللي هبطناها اليوم هبطناها بك التصويره هذيك كاني. فالمهم بعد تجربتها مع صلاح الشروبي كانت رائعه جدا كذلك، تعاملت معه في اغنيه، وبعد خدمت مع شكري عمر في اغنيه على على الكوره والمنتخب. وبعد جات التجربه نتاع الثنائيات، عملت ثنائيه مع بعض شكري عمر، عملت مع وليد صالحي، وكانت تجربه مع ليبيا اللي هي معناها عادت ليبيا لكن ما عادش محتكره، اصبحت انتاج حر. معناها الليبيين وقت لما حاجتهم فايزة يتكلموا معاه وتسجل لهم معهم الاغاني. فكانت التجربه نتاع الاولانيه اللي هي نجحت نجاح ساحق اللي هي يحسبونها طحنه، وبعد جات الاغنيه نتاع خويا وكل ما التجارب ناجحين، بدليل حتى اللبسه الليبيه مشيت معها واتت يحسبينها ليبيه ولات الله يرحمها. معناها الدنيا فيها الموت، والدنيا معناها يعني هم السابقون نحن اللاحقون. هي التحقت بصديقه عمرها كذلك منيرة حمدي. ومنيره خبات حتى هي مرضها وما تحبش تقول، مش للناس الكل، ومعناه وتوفات. راه بالكش العباد يسخايبوا خبات على خاطر راهي حاشمه بالمرض. لا ما تحبش توجع الناس يا وليدي، فهموها الحكايه ذي. راهي كانت ما تحبش توجع الناس وما تحبش تحير العباد كيف منيره. معناه الاثنين قراب لنا ونعرفوا الخبايا ونعرفوا النوايا الله يرحمهم. لا انا تعرف انا حاسس منذ اكثر من شهر حاسوا انها مش تفارقنا، حتى اني في وقت الحب ندعي لها بالشفاء نقول الله يرحمك يا فوزي. يا ريت معنى ما غيب نشعر على لسانك يتكلم. عندي شهر نرددها بغيب نشعر من قلبي يقول الله يرحمك يا فوزي. اي الله يرحمها على خاطر ربي يرحمها، حتى الموت نتاعها جاها رحمه باش ما تزيدش تعذب وخيت ياكا يزيها. وكانت عندي كانت هي كانت معناها حتى عملت تجربه مع قناه معنا خاصه عبد الرزاق الشابي، عملت معها برنامج تاع الفنانين ديمونش حنبال. نعم ديمونش حنبال. اي ديمونش حنبال كانت تحب تعمل عملت برنامج وعملت لها انا الومضه نتاعها عديتها، وكانت معناها يعني تجربه تحب تعملها تقليدا لمنيره حمدي الله يرحمها. وبعد كانت حبت ود عبد الرزاق على اغنيه تحمل اسمه، فعملت لها انا الاغنيه وكانت تحب تصورها معه قبل وفاتها قبل مرضها معنا طبعا. وكانت الاغنيه حضرتها، وكانت هي تكلم في عبد الرزاق قالت له حاب نروح نصورك معايا في معناها في باب الفله وباش نصوروا بعضنا الاغنيه. دونك انت حضرت لها اغنيه وهي ما عملتهاش ما تمكنتش. اغنيه معناها يعني كانت حول عبد الرزاق الشابي معناها اغنيه خاصه. هذه حتى حد ما سمع بها، هذه جديده معناها يعني منذ قبل وفاتها كانت بتسجلها. وايضا عملت لها سبوت حول الاعراس الافراح قبل المرض نتاعها للصيف اللي تعدى قلت معناها عملت لها سبوت هذاك حفلاتكم واعراسكم ومناسباتكم ومع معناها الفقراء والواحد المساكين تراعيهم. معناها قلت لها السبوت كي عملت لها مراعاة الفقراء. هي من غير ما تقول لها الشيء هذا. يعطيك الصحة على التدخل نتاعك، الله يرحمها. نعزيو رواحنا ونعزيوك
ونعزيو كامل الشعب التونسي اللي وانا وياها ما تعملش حتى اغنيه كلمات والحان، لكن عملت لها زوز ليستراسيون فيديو كليب اللي هي عزيز على امه، واغنيه تويكا مازالت ما ظهرتش اللي هي ارفع راسك فوق على تونس على الجيش وعلى الواحد، ومازالت ما خرجتهاش. تو ان شاء الله نخرجها لان التسجيل ما لقاتوش، وانا استعملت الاغنيه اللي صورتها بالتلفزه، خليت الاغنيه من غاديكا مش نعرف. يعطيك الصحه، عايشك سعد الكريم، ميرسي بوكو على الله يرحمها وندعوا لها بالرحمه، وهذاك هو معناها هذيك الدنيا ربي يفضلك. معناها صغير، انا فوق ال 40 سنه ماهيش. اي ان شاء الله نتلاقاو في الخير والله يرحمها وينعمها. ميرسي بوكو، يعيشك بسلامه. باي باي. سلامه. دونك كان هذا التدخل نتاع سي عبد الكريم، وعطانا شهادات وعطانا لمحة على علاقته بها. احنا مازلنا مكملين مع المرحومة فايزة المحرسي في كوكتيل ولا أروع تعدى، وكلنا شخنا عليه ولينا نحطوه في عروساتنا وفروحاتنا وفي المناسبات السعيدة الكل. الله يسعد قلبك بالجنة، الله يرحمك وينعمك يا فايزة. وهذا هو الكوكتيل مع رؤوف ماهر.